أنا الدنيا شاريها، أنا الدنيا شاريها، وأنا بدفع مصاريها. هذا الشخص عمل حدث غريب بهالفترة، التيك توك كله منتشر مقاطع له وهو بيغني، بس الغريب انه في ناس بتتفاعل معه وبتتابع حفلاته وكأنه فنان عالمي، وفي ناس بتهجم عليه بشكل غير طبيعي. فنحن بهذا الفيديو راح نشوف اكثر المقاطع اللي انتشرت له على التيك توك وكيف مغني فيها، وبعدها منقرر ممكن يصير مطربنا المفضل، الله اعلم. شغل لنشوف. لا تعمل مراجل ورجلية، لا تعمل مراجل ورجلية، انت مثل ابدر عند فوزية. شد الله، شو الابداع، يعني ما تخيلت يكون هيك الموضوع. شيء رائع على فكرة. شوف، هو فكاهي، يعني هو حكى شيء فكاهي، شيء حلو. ممكن الناس مش بالضرورة انه تسمع صوت، بهمها انه هي تنبسط. عارفين، مش خلص، ما بدنا نحكم من اول مقطع، خلينا نشوف اللي بعده وبعدها منه. اسمعوني يا جماعة، اسمعوني يا جماعة، بدي احرق السماعة. كيف الحكي يعني اول مقطع نحن حكينا انه اوكي، الناس تفاعلت معه، خلص كان في شيء فكاهي، كان في شيء مضحك، الناس انبسطت فيه، تفاعلت معه، بس خلص انت من نكمل. شو اللي صار هون لحتى الناس تتفاعل معه بالضبط؟ شوفي، ما في لا صوت لا صورة لا هدف لا موسيقى، لا ابدا. الناس صارت تتفاعل مع اي شيء، على فكرة اي شيء صارت تتفاعل مع صوت، مع صورة، مع اشارة، مع كندرة، كل شيء اذا بتحب فسفس وحط بعدها موسيقى بيمشي الحال، بتتفاعل الناس. كندرة 41، كندرة 59، فس يا جماعة. يلا، في احتمالين لا ثالث لهما، اما انه الحضور كانوا سجناء من وقت كانوا اطفال، ما بيعرفوا شيء اسمه غناء، او ما بيعرفوا انه في موسيقى بالحياة او شيء، واطلقوا سراحهم وعملوا لهم حفل لانه اطلقوا سراحهم وسمعوا هذا الشيء، ما خلص ما فينا نلوم. اوكي، او مكتوب لهم خط، هذا خط، هذا مش تصرف، مستحيل يتفاعلوا مع هيك شيء، لانه اكبر غلطة بحياتي، اكبر غلطة بحياتي، امانتنا رفقاتي مع الواو. والله اكبر غلطة بحياتك انه امنت لرفقاتك، ولا لا يا حبيبي، لا، هن اللي اكبر غلطة بحياتهم انه بيعرفوك، هن اكبر، انت ما غلطت، هن اللي غلطوا. انت كل اللي حولك غلطوا وانت الوحيد اللي ما غلطت، كلهم غلطانين لانه هن بيعرفوك بس. أنا الدنيا شاريها، أنا الدنيا شاريها، وأنا بدفع مصاريها. وين التفاعل يا شباب؟ وين التفاعل يا السمراني؟ وين التفاعل يا شباب كمان؟ لا، مش عاجبه انه التفاعل بس هيك يعني على صوته. شوف، انت لازم تطول بالك شوي وما تتهور بهذا الشكل. يعني انت كل اللي مسويهم بحياتك حفلتين، وصرت فورا مباشرة الدنيا شاريها ودافع مصاريها، كأنك متأثر بمحمد رمضان. لا، لازم طبعا. شوف، كل الاحترام للفنان جودي، نحن لا نقصد شيء بهذا الكلام، انتوا عارفين، بس الصوت اللي صادر عنك، الصوت هذا هو نفس الصوت اللي نحن بنتفاجئ فيه لما نطلع من الحمام، نفس الصوت. أكيد طبعا نحن عنا كلنا نفس التجارب، كلنا بنفوت بنغني بالحمام وبنستعرض مواهبنا. فاللي بصير انه بتفوت بتغني بالحمام، بتحس انه انت خلص تامر حسني، بتحس حالك انه موهبتك بتنمو وبصير عندك ثقة بالنفس ولازم تستلم حفلات. خلص بعدين تطلع لبرا الحمام، بتكمل غناء برا الحمام، بتنصدم، بتتحطم نفسيتك، بتكتشف انه كان صوتك على هذا الشكل. أنا الدنيا شاريها، أنا الدنيا مثل خوالي، تنطيط واسمع زغاريط، بالآلي ومش مقاريط، بالفن وبالتخطيط، بالرقص وبالتظبيط. لو لسه ما تعرفنيش اسأل عني يا درويش. تعرف شو؟ بعد هذا المقطع اكتشفت انه اي شخص من هون ورايح صار فينا نسوي حفلات. نحن صار فينا نسوي مش بالضرورة يكون عندك صوت، عادي. ليش بجودي بشو احسن؟ لا، بس ما فيك كمان بنفس الوقت، ما فيك عنده قدرات. جودي ما فيك تنافسه، تخطى حدود الطرب، يعني فاق كل التوقعات. اصلا هني حاليا عاملين السلم الموسيقي على طبقات صوت الفنان جودي، عدلوه، ما عرفتوه؟ هو المسطرة اللي بيمشي عليها باقي الفنانين، ما فيك تنافسه. كيف ممكن تسوي حفل؟ لا، اللي مستغرب منه انه كيف الناس تفاعلت معه. بس شو السبب؟ ما هل يعقل انه سامعين نفس الصوت اللي نحن سامعينه؟ هل يعقل؟ ممسوسين من الشيطان،
ممسوسين من الشيطان، ما في غير هيك. هذا هو السبب الوحيد بس. الله يرحم أيام حسن شاكوش. إيه وين كنا نسمع بنت الجيران شغلانة نعنية طرب هذا هو الشي الصح. حرام الناس ما عاد عرفت تسمع شي. وين حبيبتي افتحي شباكك انا جيت، وين كله راح، هذا كله راح. زمان. الساعة مش طبيعية، شي كلها أجنبية. بسم الله الرحمن الرحيم. شو اللي صار هذا؟ شوف هذا الطفل كيف سوى. شي كلها أجنبية. لا، هل تتوقع انه تصرف هذا الطفل تصرف طبيعي؟ شايف اللي بيحضروا حفلات جودي كيف بيصير فيهم؟ هل بتتوقع انه هذا الطفل ممكن يكون له مستقبل زاهر؟ ولا يمكن. لا، موضوع انحسم من الآن. مستحيل يكون أي شيء بفيد المجتمع بالمستقبل، مستحيل ولا يمكن. أصلا هالمرة ناس حضور بالحفل ما في. الناس اللي كانوا موجودين بعد ما صرخ هالصرخة هربوا، حكوا لو المصاري اللي دفعناهم شمينا فيهم دخنة سيارات كان أحسن. هو إذا بتحسبوها فعليا حتى صحيا أحسن. صحيا أنت إذا شميت دخنة سيارات شو بيأثر؟ يومين بينضفوا الرئتين عادي، خلصت من الموضوع. بس إذا سمعت جودي، دماغك هو اللي بيشم الصوت مش الرئتين. بتبلش الاضطرابات والحالات النفسية والتوتر، مرض نفسي بصير معك، أرق، بتصير تصحى بالليل تفكر حالك إنه هذا أنت، بس ترجع بتكتشف إنه هذا مش أنت، وما بتعرف إذا أنت نايم ولا بعدك. خلص انتهت هون مسيرتك، عارف؟ خلص ما بتفهم شيء. وبتبلش بعدها مسيرة العلاج، من طبيب أعصاب لطبيب نفسي لطبيب ضفادع. لا، ما بيظل شيء إلا ما بتروح عليه. وببلشوا كل الأطباء وكل الناس اللي أهلك واللي حولك ببلشوا يضحكوا عليك ويسيروك. يلا يا حبيبي والدواء ويلا بس 5 تحاميل وبالطيب خلاص مش الحال يا حبيبي، ما فيك شيء. انت متشنج بالزوايا هيك ومتوتر ومش كله. ليش؟ بس لأنك قررت تسمع جودي. طيب لو شميت دخنة سيارات بالمصاري ما كان أحسن لك من هذا الموضوع إلا تحط نفسك بهذا الموقف؟ ما بعرف. صحيح على سيرة التحاميل، ليش لحتى ما نسوي فيديو عن الموضوع؟ فينا نسوي فيديو عن موضوع التحميل، كيف كنا ناخده نحن صغار بكل المشاهد والتفاصيل والمشاعر عادي. موضوع طبي يعني، موضوع علمي. إذا حبيتوا الموضوع هذا حساب الانستغرام. أوكي يلا بيس. شوف، في ناس منذ الصغر يعني بيكون عندها صراع داخلي بين انه تكون انسان وبين انه تكون حيوان. يعني بيستمر معها الصراع، بعدين اخر شيء كل واحد بيختار طريق، يا اما بيكون انسان يا اما بيكون حيوان. هذا